انا جيت برجر كينج اللي عندهم امس. كثير زعلوا مني من اصحابي، يقولوا لا خذ يا دجاج يا سمك لانه حلال. دوبي سالت المشرف على المطبخ او المطعم نفسه، مو اي شيء تشتريه حتى لو دجاج او سمك، لانه المشكله لازم يكون في لوجو صغير مكتوب عليه حلال. ذيك الساعه اشتري. عارف ليش؟ هو دجاج اوكي بس الذبح غير اسلامي، فهذا ما في بعض المطاعم عندهم اللوجو الصغير مكتوب عليه حلال، وحتى في البقال في بعض العصيرات موجوده، لكن اذا مو مكتوب حلال لا تشتريه حتى لو كان دجاج او سمك. اعرف يا ابو شباب ان السمك ما ينذبح، لكن يكون مقلي بيش؟ بزيت الخنزير. فهمت؟ وهذه صارت مره كثير. الله يرزقني الجنة. عندي التهاب في اللسان من الحبة دي، وشنطتي ما جات وما أكلت، يعني المفروض النفسية تكون داون، لكن نفسيتي فل الفل، كله عشان ممكن كطبيعة تعتبر أفضل من إندونيسيا وماليزيا، لكن كتطور في المباني في التقنية ماليزيا تعتبر أفضل شوي، لأنه هذه أول مرة أجي الفلبين، وقبل كده رحنا ماليزيا واندونيسيا أنا وبزورتي. وحنسبح هنا إن شاء الله. لا إلا هنا مرتب مرة أحسن من حق ماليزيا واندونيسيا. يقول لك هذه هنا منطقة إزالة النفسية، تمردغ نفسك في الموية هذه لين تطيح تحت وتروح منك النفسية. لا تكون معايا والله، لا تكون بدون مبالغة. من أفضل الأماكن اللي زرتها في جنوب شرق آسيا كلها. واي برادر واي يبان أفسخ البلوزة. تبى تروح معي هناك؟ ايوه يلا سوي واحد اثنين. دقيقة تعالى بس. يلا واحد اثنين ثلاثة. ايش بس؟ لحد الحين ما وريتكم من تحت، خلينا نشوف. انزل بس على مهلك، يلا وريني. انتبه اذا المويه عميقة لا تروح تغرق يا زلمة. يقول المكان الثاني اكبر من المكان ذا، بس فين ما اعرف. واو، ليه بابا ما جبت من هنا من اول؟ ما انتبهت ان فيه زي كذا. واو، هذا اللي يقولوا عليه الكبير. تعال نروح للشلال يا زلمة. وهذا الثاني. واو اشوف نص لكن احنا بندور الشلال. في بير هنا، لا معدوم. يلا يا زين، هذه هي مغامرة. من هنا امشي على مهلك. ومتجهين الى مطعم يقول لك تحت الشلال، لازم نركب بقرة مدري سيارة ماني عارف ايش. اوكي، عجبكم المحل يا زلمة؟ يا مرة ايوه شوف اصلا الله يهديهم يا رب. لا تطلق. مطعم غريب، حط زنوبتك كذا يلا وانزل المطعم هذا.
تبي لا تزحلق. مع الشلة ويزن طبعا. المطعم هذا والكافي يعتبر من أغرب المطاعم. الجلسة على الشلال ده لازم نكون حفيانين. أجلسوا هنا، ها باخذ جولة واجي أنا ومتابعيني. أنا جيت متأخر، هو المفترض يكون هذا كله ناس، هنا في بوفيه، هذا كله بوفيه والبوفيه الثاني هنا، لكن جينا زي ما انتم شايفين. هذا هو الأكل الآن. لا تعليق. تم تحذيرنا والله أعلم إيش الأسباب، وتوقف كل برنامجي، حتى رحلتي اللي كانت على جزيرة بالاوان اللي هي كان فيها المغارة اللي بنزلها. ما أدري إيش الأسباب، الله يستر. في كل البرامج التواصل، برامج التواصل الاجتماعي الإخبارية، وفي الصحف، في صحيفة سبق، وحتى هنا السفارة بتتصل علينا واحد واحد. إيش اللي صار الله أعلم. فأنا ماني خايف إلا على ذولا. إيش صار؟ إيش فيه يا جماعة؟ البلد قلبت كله. ايش حظ الاكشر ذا انا في المغامرات؟ مشكلة ولا بس؟ انا خسران عشرات الالاف كله عشان المغامرة ذي، وحجزت فنادق وحجزت قارب وحجزت كل شيء. ايش المصيبة ذي اللي صايرة هنا؟ مشكلة. حتى الاذاعات عندهم. شو سواه؟ ومغامرات اللي في بلاوان أخيرا. والله يا جماعة سامحوني، ما ادري ايش حظي ذا الاكشر صار في المغامرة. اي والله. شوفوا المغامرة اللي كنت بروح مرتب لها من شهور، والله خسران عليها مرة كثير. شوفوا بالله كيف كانت بتكون مغامرة مرة حلوة. هذه المغامرة أنا كنت مرتبها، كنت بروح على حالي، معايا قارب، معايا كاميرتي وكاميرا الجو برو فقط والسناب. استأجرت فندق قريب منها وظبطت أموري وحجزت الفنادق وحجزت البوت وحجزت الحبال والأشياء دي، كل شيء كنت مرتب، كل شيء. يعلم الله قديش أنا زعلان إني شهر رمضان كله ما سويت لكم أي مغامرة، وفوق كذا هذه خربت كمان. لكن الخيرة فيما اختاره الله، وانت اصبروا علي. أهم شيء لا تزعلوا مني، والله هذا الشيء مرة غصبا عني، غصبا عني. يعني تعرف لما تكون انت مرتب شيء من شهور، من قبل رمضان انا مرتبه مظبط اموري كل حاجة، فجأة كذا خرب كل شيء، كل شيء طز في الفلوس. ان شاء الله ربي يعوضني احسن منه. لكن المكان هذا كنت بزوره من امنياتي، كان ما ادري كيف حسيت بفرح لما قالوا التصريح جاء. قديش تعبت ودفعت عشان اخذ تصريح بزيارة في المساء في الليل ولحالي. تعبت. وهذا الشيء كله عشان ننبسط فيه مع بعض. حبيبي والله. طيب اللي ابغاه منكم ايش تختاروا انت؟ سوي اروح، بغيت ارجع السعودية ما لقيت حجز ابدا، ما في. كل اللي هنا سعوديين خلاص هاجروا وراحوا على اللي راح على السعودية، اللي راح ما ادري فين، اللي راح، فالطيران كله فل، نفرة. فانا باخذ نصيحة يزن، بروح بوراكاي منطقة جميلة وسياحية حلوة، فيها فعاليات حصورها لكم كثير. مرة حلوة. ما ادري ايش اقول، ما ادري ايش اقول لك، لكن مقهور والله مقهور. لا تخاف حبيبي، لا تخاف، لا تشيل هم.
اني كنت في منطقة بعيدة شوية عن العاصمة، الان جيت العاصمة. شوفوا كيف تفاتيش ودنيا وزحمة، وش فيه؟ طب خلوني اتفق معاكم اتفاق. شايف كلامكم الجميل المرتب اللي من جد يرفع معنوياتي، والله مرة والله مرة تحطم. طيب فين تبوني اروح؟ الحكومة في كل مكان. هذا مشغل اغاني. شوفوا من هنا قدامنا في شيء صاير في البلد دي. شوفوا العالم كيف ماشي من هنا. في شيء غير طبيعي هنا. شوف شوفوا جونا هنا ورانا. حسبي الله ونعم. طيب الأكشر أنا تلهم. لازم أنفق من مال الله. لا تواخذوا في كلام دبي. أخذت العلاج اللي أمس. خير وصلت الفندق. ما نسوا هرجة الأولى ديك. الحمد لله. لازم ترى الوضع طبيعي. أنا الآن في مهنيلا، بس الوضع ما في ولا شيء. بس أول كذا ضجة صارت شوي وراحت. هذا أنا في الشارع قاعد أفرفر، ما في ولا شيء. أبغى أغلق حجوزات قهوة. ما في كافي شوب ولا كافي شوب. عنده المغارة دي كأنه كافي شوب، راح ينبسط ويمشي. ما في. يعني الحين هذا أفضل حلاق. أفضل حلاق. أجيبك عادي. اي عادي، بس هو شعر ما رايح في العيش. اسمع، الكرسي تقول دينة محماس. باقي دركسان بس. ذكر متابعينك والمضافين عندك أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. كم تأخذ